دايما يا رب احميها والفوق كمان عليها، علشان خاطرها تهون حياتنا نموت عشان نحييها. أرض الهرم والنيل والصحبة والمواويل، علشان بلدنا ولا حاجة صعبة ولا حتى نعرف مستحيل. على أرضها اتربيت وأنا مهما رحت وجيت، مفيش مثالها ولا في جمالها ولا زي ناسها في يوم لقيت. بلدي سلام وأمان مذكورة في القرآن، علينا غالية ورايتها عالية وهتعلى بينا كمان وكمان. مفيش مثالها ولا في جمالها ولا زي ناسها في يوم لقيت. بلدي سلام وأمان مذكورة في القرآن، علينا غالية ورايتها عالية وهتعلى بينا كمان وكمان. مصري يعني ابني وجيراني، هو ده بيتي ومكاني، هي أهلي ودنيتي دي كلها. مصر أم الدنيا دي اللي خيرها كتير عليا، مش هقول غير كلمة واحدة بحبها. دايما يا رب احميها والفوق كمان عليها، علشان خاطرها تهون حياتنا نموت عشان نحييها. أرض الهرم والنيل والصحبة والمواويل، علشان بلدنا ولا حاجة صعبة ولا حتى نعرف مستحيل. يا رب احميها والفوق كمان عليها، علشان خاطرها تهون حياتنا نموت عشان نحييها. أرض الهرم والنيل والصحبة والمواويل، علشان بلدنا ولا حاجة صعبة ولا حتى نعرف مستحيل. حبيبتي يا مصر. دايما يا رب احميها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى مع أحد الفلاحين الذي قابلته أيضا، جاي واكل سندوتش فول وطعمية من عند زاك وشرب كوباية شاي. يعني هو ده أكل الفلاحين، حتة جبنة وبتاع. فبسأله ازاي الحال؟ مليح. ازاي صحتك؟ الحمد لله. اسم سيادتك؟ اسماعيل. ازيك يا عم اسماعيل؟ ايه أخبار الكيماوي؟ خد بالك ماشي يا ضابط، عارف انا خير ماشي.
مرة واخد بالك ب 100 جنيه، ومرة ب 150، ومرة ب 110، ومرة ب 90. يعني مش ثابت على سعر. لا زي الطماطم. زي الطماطم للدرجة دي؟ طب وانت بتشكي من السعر؟ لا لا ان شاء الله. ما بتشكاش من السعر مش غالي؟ لا ما كل شيء غالي. ايوه. يعني رأيك انا هحط لك زي ما هو كده. طب ليه الفلاحين اغلبها بيشكي من السعر؟ الساعة خلي بالك كله ماشي. واحد يقول لك 140، واحد يقول لك 150، والاسبوع اللي فات كان 160. والناس بتشكي من السعر، حتى نفس الوزارة قالت ان سعر الكيماوي غالي. غالي. طيب امال ازاي مش حاسس انت بالغير؟ خلي بالك عم نشتغل بايدينا. ايوه. كل عشان الله. وبتحط له سمات بلدي. بلدي سابخ كتير. تحط السباك جنب جنب السمات جنب الكيماوي. ما كانش كيماوي، ما كانش سابخ منطلع. ما يطلعش. وانت ليك حصه هنا في بنك التنميه بتاخدها؟ عم فجاي. بتاخدها بتكفيك. بتكفي نص على نص. نص على نص. طيب تقول يعني تقريبا بتاخد كام شكاره؟ والله اللي عم يسحب ولدي مش عم تعرف. ايوه انت كام؟ طبعا الواحد من جيبه الكبر. لا ده انت زي الفل. ده انت شباب. لا 72 يعني. 72 دول. ده لسه بدري. لا على كده ربنا يصلح. انت زرع السنه دي؟ زرع فول فول صويا. وشامي. ربنا يوفقك. على الله. ربنا يوفقك. شكرا لكم. كان هذا اللقاء مع عاد الفلاحين. برضه هو الراجل يعني قانع باللي هو فيه وبيتكلم الصراحة. يعني هو طبعا ما بيجيبش حاجة، هو ابنه اللي بيجيب. ولكن هو برضه بيشكي برضه من ان برضه سعر السماد غالي شوية. غالي شوية. ويعني تعتبر يعني نقلة الحقيقة ونقلة للي بيحصل. وهم هنا الفلاحين هم قاعدين بطبيعتهم ناس قاعدة، ونطلب من السادة المسؤولين مراعاة سعر الأسمدة لأنها فعلا زادت عن الحد، ويناقشها مجلس الوزراء تقريبا مع الدكتور عصام شرف، ويشوف يحاول يوفر الأسمدة بالقدر المستطاع، وخصوصا الفلاحين اللي بتزرع جرام واثنين وثلاثة ما عندهمش مساحات كبيرة أو 5 أو 10. ما لهمش حاجة غير دي، هي دي قبلتهم وهي دي مشاريعهم، هي دي انت ماشي بيها. الله. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ملاوي اونلاين، الموقع الرسمي لمدينة ملاوي، قدم لكم ايضا صورة حية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما